هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو الدكتور أحمد محمد صالح أحمد، اختصاصي بالأمراض العصبية عند الأطفال. نحن وإنتو رح نرحب بالدكتور أحمد. يسعد مساك دكتور. مساء الخير لكل مشاهدينا. مستمعينا، طبعا برنامج صحتك بالدنيا هو برنامج أسبوعي توعوي عم نستضيف فيها أطباء مختصين لنناقش موضوع معين، وموضوعنا اليوم هو موضوع مهم كتير للآباء، صراحة بمس شريحة الأطفال، وهو يعني يندرج تحت الأمراض العصبية عند الأطفال. طبعا اللي بيهمهم لازم يكون الآباء بتمنى أنهم يحضروا ويستفيدوا من هاللقاء هذا. موضوعنا هو الاختلاج الحروري. يا ترى شو هو هذا الاختلاج؟ شو الأسباب اللي تؤدي إلى الاختلاج الحراري أو ما يسمى بالحروري؟ يا ترى شو الأسباب؟ العلاج كيف بيتم؟ العديد من الأسئلة رح نطرحها على الدكتور أحمد محمد صالح أحمد، مثل ما ذكرنا أنه طبيبنا اختصاصي بالأمراض العصبية عند الأطفال. لحتى تنضموا لنا 429 101 هو رقمنا الأرضي. عبر الواتساب فيكم تنضموا أيضا 093 82 80 81 4. يلي برات البلد عبر بوير عربي صفحة الإذاعة فيكم تنضموا. أي سؤال بيخطر على بالكم من بخصوص الاختلاج الحروري أو الأمراض العصبية عند الأطفال. دكتور أحمد، بداية لو كتعريف كمدخل لموضوعنا، شو هو الاختلاج الحروري كتعريف؟ هلا بدنا نحكي عن الاختلاجات بشكل عام، يعني لنعرفوا شو سببه، شو هو الاختلاج الحروري يعني. هلا في عنا تصنيف، يعني نفرق بين النوبة والاختلاج والصرع، تمام. عشان الأهل يكونوا بالصورة يعني. هلا النوبة يعني السيجر بنسميه، هي أي ظاهرة اشتدادية دماغية، ممكن تكون حركية وممكن ما تكون حركية يعني. أما الاختلاج كونفوليوجن بنسميهم، يعني هي الشكل الحركي للنوبة، يعني مثلا بصير شيء تقلصات عضلية بأي عضلات الجسم، أو سواء كان بالعين أو انحراف الفم أو أي شكل تاني من أشكال التقلصات العضلية. بيجي بالآخر هو الصرع. يعني الصرع هو ممكن، يعني هي عبارة عن حدوث الاختلاج بدون سبب محرض يعني. الاختلاج ممكن يكون في سبب محرض، ممكن ما يكون في سبب محرض. أما الصرع هو حدوث الاختلاج بدون سبب محرض يعني. هيك بنقول يعني. مشان هيك الاختلاج الحروري بما أنه في سبب وهو الحرارة، فلا يصنف كأنه صرع. تمام. يعني خلي بس أهم شيء النقطة هاي الأهل ينتبهوا عليها، الاختلاج الحروري لا يصنف كصرع، لأنه في نوبة محرض، في عامل محرض وهو الحرارة اللي بدونه ما راح يصير فيها الاختلاج هذا يعني. فبما أنه في عامل محرض واضح يعني، فلا يصنف صرع، يعني هو مسميه اختلاج الحروري. هو الشكل الحركي اللي بيترافق مع الحرارة فقط لا أكثر. هلا حتى نقول شو تعريف الاختلاج الحروري، مثل ما قلنا هو تقلصات عضلية أو حالة بتكون مترافقة مع حرارة حصرا، يعني لازم يكون حرارة الطفل أكثر من 38 درجة تماما. بوجود شرطين. نعم. يعني يكون هالشرطين موجودين حتى نقول إنه هذا اختلاج حروري، ما إنه صرع أو حالة تانية يعني. السبب الأول ما يكون في إنتان جملة عصبية مركزية، يعني ما يكون عندنا التهاب دماغ، التهاب سحايا، أو أي إنتان أو خراج، يعني ما يكون هالحرارة هاي مترافقة مع انتان من الجملة العصبية المركزية. يعني طفل عنده سحايا مثلا وصار عنده اختلاج مع الحرارة، مو اسمه اختلاج حروري، خلاص هذا ناتج عن سبب ثانوي يعني. نعم. السبب الثاني انه ما يكون عنده مشكلة عصبية او نوبة صرعية قديمة يعني. يعني الطفل مثلا عنده أذية دماغية وترافقت مع حرارة، فهذا ما له اختلاج حروري، هذا اسمه يعني نوبة صرع محرضة بالاختلاج. أو الطفل كان عنده قديما مثلا، هلا إجا اختلاج حرارته 39، بس عنده نوبة سابقة، مثلا كان عنده نوبة سابقة اختلاج بدون حرارة يعني، فهو مشخص له صرع. أما هالنوبة جديدة ما اسمه اختلاج حروري، اسمه نوبة صرع محرضة بالحرارة يعني. فالاختلاج الحروري هي نوبة الاختلاج اللي تترافق مع حرارة بدون وجود سبب آخر، مثل يكون في مشكلة عصبية أو يكون مثل إنتاج جملة عصبية مركزية يعني. تماما. بنتمنى من الأهالي للي عم يسمعونا هلا واللي عم يشاهدونا
بالأخص أنهم يشاركوا رابط الحلقة لحتى كل زملائهم، كل الآباء والأمهات يستفيدوا من هالحلقة. الموضوع المهم كتير، هو موضوع شائع وبيمر مع العوائل والآباء والأمهات كتير يعني. بنحب أنهم يستفيدوا من هاللقاء هذا. دكتور، الاختلاج يا ترى ذكرتوا ضمن سياق حديثكم من شوي كتعريف هل له نوبات؟ يعني ذكرتوا أنه هذا في منهم منشأ عصبي، في خلل بالجملة العصبية ربما، أو نوبات عابرة ربما بالعمر كله مرة عم يختلج الطفل هذا. لو تحكي لنا هالموضوع هذا شوي، توضح لنا إياه. هلا الاختلاج الحروري مثل ما هو شائع جدا، يعني هو من نعم. الحالات الشائعة جدا. حتى يعني 5% تقريبا من الأطفال تحت عمر ال5 سنوات مهم. راح يصيبون هالنوبة هاي مرة واحدة يعني 5% نسبة شائعة جدا يعني. مهم. فمثل ما هي حالة شائعة كتير يعني من كل 100 طفل في 5 راح تصير معهم تحت العمر ال5 سنوات راح تصير عندهم هالحالة هاي يعني. له هلا كسبب مثل ما حكينا هو سبب مترافق مع حرارة يعني. نعم. شو ممكن يعني شو السبب هو الاختلاج الحروري؟ اي مرض ممكن يعمل ترفع حروري يعني. ممكن يكون انتان فيروسي، ممكن يكون انتان جرثومي، اي التهاب بلعوم، التهاب لوزات وارد. يعني اي انتان فيروسي، او هو غالبا يترافق مع الانتانات الفيروسيه يعني. نعم. ممكن يعمل الاختلاج الحروري، وغالبا مثل ما حكينا انه ما عنده المشاكل العصبيه يعني. هي ما عنده مهم. طفل يكون طبيعي ارتفع حرارته صار معه نوبه الاختلاج هاي يعني. مهم. طبعا المهم بهالحالة هاي إنه الأهل يطمنوا مهم. إنه هالحالة الاختلاج الحروري هي غالبا يترافق يعني. في كتير دراسات عن الاختلاج الحروري يعني. نعم. يعني مثلا الدراسات اللي بتقول إنه هي متعلقة بسرعة ارتفاع الحرارة أكثر من متعلقة بدرجة الحرارة يعني. كيف هاي دكتور؟ يعني الدراسات اللي تقول انه هي مم. متعلقه بسرعه، مثلا طفل يعني معظم الحالات تجي لعنا يا دكتور والله ما لحقنا حتى نوقف الحراره. تماما. يعني فعلا الطفل بيفيق من النوم شوف حرارته المدة 39 الزمنية. ايه مهم. فورا تصح حرارته 39 او 40 يعني. مهم. يعني بتجي مع الحالات هي اكثر من الحالات اللي بتجي انه الطفل مثلا حرارته 38 بعدين 38 بعدين مهم. 39 نص. مهم. فكتير دراسات تقول انه هي متعلقه بسرعه ارتفاع الحراره اكثر ما هي متعلقه بانه درجه الحراره العاليه يعني مثلا 39 39 او 40 يعني. مهم. مشان هيك حتى الاهالي اللي اولادهم بيكون عندهم اختلاج حروري مهم. يعني تشوف تتكرر مره ثانيه وثالثه، مع انه هن عندهم كل الاحتياطات اللي بياخذوها، بس أكيد. لانه الحراره بترتفع فجاه يعني. مهم. فبتصير هالحاله فما ما عم يلحقوا فيها يعني. مهم. وهي حاله شائعه كتير محمد، بس طبعا. الاهم شيء الاهل يطمنوا انه هي حاله ما نموذجيه ابدا يعني. أيوة. الاختلاج الحروري هي حاله ما نموذجيه ابدا يعني. عرضية ربما. هي حالة عرضية بتجي عادة بين عمر 6 أشهر ل5 سنوات يعني. نعم. بين عمر 6 أشهر مهم. ل5 سنوات. مهم. مشان هيك يعني الطفل اللي بصير عنده اختلاج فوق عمر ال6 سنوات، طفل مهم. صار عنده عمره 7 سنين مهم. وجت إجا نوبة اختلاج مع حرارة، فهذا لا يعتبر اختلاج حروري، خلاص هذا يعتبر صرع يعني. مهم. والطفل اللي عمره تحت 6 أشهر 5 أشهر 6 أشهر حسب التصنيفات العالمية يعني. تماما. بس الطفل عمره شهر وإجا اختلاج مهم. مع نوبة حرارة، هذا كمان لا يعتبر اختلاج حروري يعني. بالعكس هدول الأولاد لازم جباري يتقيموا تقييم شامل يعني. تماما. خاصة الأطفال اللي تحت العمر 18 شهر يعني تحت سنة ونص مهم. معظمهم لازم نقيم. هلا بنحكي عن التقييم وكيف أكيد نقيمهم يعني. أكيد رح نضطر. فهي الاختلاج حروري هاي شغلة مهمة كتير الأهل لازم يعرفوا. بين عمر 6 أشهر لل5 أو 6 سنوات حسب التصنيفات مهم. العالمية يعني. مهم. ففوق العمر 6 سنين ما في شيء اسمه اختلاج الحروري. هلا في شغلة تانية حابب أحكيها تفضل للأهل. دكتور. يعني دائما الاهل مثلا لما بيجون الطفل معه اختلاج بدون حراره، يعني دائما يقولون يا دكتور يعني الطفل اختلج وما يعني ما كان عليه حراره، شو الغريب؟ مهم. الاختلاج الحروري هو عباره عن جزء من الحالات الاختلاج يعني، لا يشكل 2.5 او 5% من الحالات يعني. مهم. فمو ضروري كل طفل يختلج يكون معه حراره يعني. هلا اذا معه حراره بنسميه اختلاج حروري، نعم. اما مو ضروري كل طفل يختلج يكون معه حراره يعني. تماما. فكتير حال اهل يجون يا دكتور كيف تقول اختلاج مثلا وهو ما كان عليه حراره؟ ما له علاقه الحراره تماما. يعني. في نمط من الاختلاج او مهم. نمط من الحالات اسمه الاختلاج الحروري، هاي بتيجي مع الحراره. حلو. اما في كتير انماط هي 90% من الحالات مو ضروري يترافق مع حراره يعني. معلومات قيمة جدا، بتمنى انه الاباء والامهات يستفيدوا من هاللقاء هذا. دكتور، باي مرض ما دائما بنتطرق لموضوع السبب، نلجأ يعني للسبب. يا ترى شو الاسباب اللي بتؤدي لحدوث هالحالات هاي، سواء كانت الاختلاج الحروري اللي نتيجته مثل ما ذكرتوا كان فيروسي او انتاني او جرثومي، او اختلاج منشأه عصبي،
يا ترى شو الأسباب يعني؟ هلا اذا بنحكي الاختلاج الحروري مثل ما حكينا يعني هي عباره عن نوبه، يعني بتصير في عنده اضطراب كهربائي الدماغ يعني. أيوة. السبب هو اي انتان، مثل ما اي انتان فيروسي او جرثومي او اي حاله بتسبب ترفع حروري عند الاطفال يعني. هي ما عنده، يعني هي الطفل بيكون ما عنده مشاكل عصبيه ابدا يعني. هي من منشا يعني كل اختلاج هو اكيد من منشا دماغي يعني. نعم. هي من النورانات القشريه بالدماغ يعني. فاي سبب اي حاله او اي مرض او انتان او اي حاله بتسبب، غالبا الانتانات الفيروسيه بتسبب ارتفاع بالحراره، بتصير طفل عنده اختلاج حروري يعني. هاي السبب يعني. تماما. دكتور، الأعراض اللي عم تظهر عامة يعني سواء على الشكلين، يعني اللي عم تظهر على الطفل المصاب أو اللي عم ينتابوا نوبة الاختلاج الحروري، لحتى الأمهات اللي أحيانا بيكونوا بالبيت الطفل عم يرجف عم فايد بالنوبة، والأم ربما تكون يعني أول طفل بالبيت وما بتعرف يعني حتى تشخص، يعني هي مو مطلوب منها تشخص، ولكن لحتى تعرف انه هل الطفل هذا صار انه بحاجة لنقل الى مشفى او عيادة. الاعراض اللي عم تظهر على الطفل شو هي عادة؟ هي الاختلاج هو حد ذاته عرض يعني. هو الاختلاج هو الشكل الحركي للاختلاج هو العرض يعني. انه هي عباره عن تقلصات عضليه، ممكن تكون معممه، ممكن تكون بالاطراف، بكامل الجسم، ممكن يكون حسب التصنيف يعني. الزبد مثلا دكتور. هلا الاختلاج عموما يعني في له تصنيفات كثيره يعني زي ما طبعاً. نحكيها يعني. ممكن يكون مقوي، يعني الطفل بيتشنج بس ويغرب عينه لفوق. ممكن يكون مقوي رمعي، يعني الطفل بيتشنج وبيصير في حركات نفضات بيدينه يعني. ممكن يكون جزئية، مجرد تغريب العينين، حركات بالعيون يعني. هلا الاختلاجات الحرورية معظمها بتكون من النمط المعمم يعني. نعم. معظمها. هلا بدنا نحكي بالتصنيفات أكيد. كمان يعني. انه بيكون الطفل كل جسمه عم يعني بصير بيختلج يعني. كل جسمه بحركات رمعية معممة يعني. مثل ما يقول كأنه تقريبا مثل واحد يتكهرب يعني. يعني يكون في حركات مايوكلونيك او مسميه رمعية عضلية يعني. يكون الجسم كله عم ينفض يعني. إذا بدنا نحكي بالتصنيف، ما بعرف إذا بدنا نحكي بالتصنيفاتهم يعني. هلا الاختلاجات الحرورية إلها نوعين يعني، حتى مشان بدنا نحكي بالشكل الحروري يعني. في شيء اسمه نسميه اختلاج حروري بسيط واختلاج حروري معقد يعني سيمبل أو كومبلكس بنسميه. يعني الاختلاج الحروري البسيط أو المعقد. هلا شو فرق بيناتهم وشو بيفيدنا التصنيف هذا يعني؟ الاختلاج الحروري البسيط هو الاختلاج اللي بيجي يعني مرة واحدة باليوم، يعني الطفل اختلج مرة وخلاص يعني خلال 24 ساعة يعني. يعني تواتره بيكون قليل. السبب يعني الخيار الثاني انه الاختلاج الحروري البسيط بيكون اقل من 15 دقيقة. يعني النوبة ما بتتعدى ال 15 دقيقة يعني. رقم 3 انه تكون النوبة معممة. يعني كامل الجسم. هلا يعني النوبة المعممة هي شيء مبشر يعني، انذار جيد يعني. انه ما في النوبة الشقية هي اللي ممكن تكون لها مشاكل يعني. نعم. فهي فيها ثلاث شغلات هاي يعني. اول شيء يكون تواتر قليل مرة واحدة. الشغلة الثانية تكون اقل من 15 دقيقة. أيوة. الشغلة الثالثة اللي هي انه تكون معممة يعني. هذا مسميه الاختلاج الحروري البسيط. هلا الاختلاج الحروري المعقد هي عكس هدول يعني. بتكون النوبة اكثر من مرة باليوم. بتكون النوبة مثلا أكثر من 15 دقيقة. وبتكون النوبة أو تكون النوبة جزء واحد، مثلا إيد وحدة أو طرف إيد يعني. أو تكون يعني مسميه موضعة يعني ومكان واحد من الجسم. شو بيفرق معنا هالتصنيف هذا يعني؟ شو بيفرق معنا هالتصنيف هذا؟ بيفرق معنا الأهل يعني ياخذوا الطفل على المشفى أو لا يعني. هلا في كتير أهل لما يكونوا متعودين للحرارة خلص إذا النوبة 5 و10 دقائق إذا اختلاج حروري بسيط هن بيتصرفوا بالبيت وما في داعي يروحوا على المشفى خاصة إذا خفت يعني الحرارة يعني. أما إذا النوبة تكررت أكثر من مرة يعني أو صارت أكثر من 15 دقيقة أو كان طرف واحد، فهذا إجباري الأهل يعني بأسرع وقت لازم يروح المشفى أو الطبيب أو أي حالة ثانية يعني. تمام. فالتصنيف هذا مهم كتير مشان الأهل، مشان وعي الأهل يعني. أيضا هاي كمان معلومات مهمة جدا. دكتور، التشخيص عندكم كطبيب يعني كطبيب عصبي عند الأطفال يعني كيف بتشخصوا يا ترى بالفحص السريري من العلامات اللي ذكرتوها، أو بتعملوا تحاليل أو عفوا إجراء مثلا إجراءات أخرى كإجراء شعاعي مثلا طبقي محوري للدماغ، ربما تكون في بؤر أو أي شيء تاني. كيف بتشخصوا هذا المرض يعني بالضبط يعني؟ هلا الاختلاج أو الصرع بشكل عام يعني عموما نحكي عن صرع بشكل عام أو حتى الاختلاج الحروري اللي هي موضوعنا هلا تشخيص الاختلاج سريري يعني بالعين يعني بالمشاهدة يعني طبعا. بالتشخيص السريري إنه الطفل تشوفه عم يختلج. نعم. أو حتى كبير تشوفه عم يختلج يعني. فتشخيص الاختلاج هو تشخيص سريري يعني إنه وصف الحالة من قبل الأهل أو أنت كطبيب عم تشوفه
بتعرف انه هذا تشخيص اختلاج، انه هذا اختلاج او لا يعني. نعم. حالات نادره جدا يعني اختلاجات تحت سريريه هدول بدون تخطيط، هي حالات نادره جدا مهم. يعني. بس معظم الحالات يعني تشخيص الصرع او تشخيص الاختلاج هي تشخيص سريري يعني نعم. بالعين لما الطبيب يشوفه او الاهل يوصفوه يعني. مهم. هلا طفل الاختلاج الحروري يعني اجانا طفل عنده اختلاج حروري يعني، شو التقييم تبعه او شو التحاليل او الصور اللي ممكن نطلبها منه يعني. مهم. هلا معظم الحالات الاختلاجات الحروريه بتكون السبب واضح يعني، مثلا تفحص الطفل يا التهاب بلعوم يا مهم. انتان تنفسي علوي، أكيد. يعني في سبب للحراره غالبا بيكون واضح يعني، خاصه الاعمار اللي فوق 18 شهر يعني فوق سنه ونص، هي بتكون غالبا الاعراض واضحه يعني. مهم. هلا اهم شيء بالاختلاجات الحروريه انه ننفي الشغلات اللي ممكن تكون مو منيحه، مثل التهاب السحايا، التهاب نعم. الدماغ. الحالات هاي يعني هي بالفحص بتبين يعني، معظم الاختلاجات الحروريه البسيطه ما بتكون التهاب سحايا والتهاب دماغ. مهم. اما الاختلاجات الحروريه المعقده ممكن تكون هيك يعني، ممكن نفكر بالفحص لازم ندقق على هالشغلات هاي يعني. طبعا. هلا التهاب السحايا دائما الاهل يخافوا منه يعني، هلا فوق السنتين او فوق سنة ونص بالفحص بيبين معنا في علامات واضحه انه طفل عنده التهاب سحايا ولا ما عنده التهاب سحايا. اما الطفل اللي تحت سنة ونص بيكون الموضوع يعني شوي. يعني شوي بده تقييم اكثر يعني، لانه مهم. مثل صلابة النقرة الفحص مهم. بيختلف، لأنه بالأصل الطفل عند هالعلامات هي ممكن ما تبين معه يعني. فبيعتمد على الفحص السريري وعلى المراقبة أكثر ما هي على إنه مثلا موجود صلابة النقرة أو موجود العلامات الأخرى للالتهاب الصحية. فأهم شيء الفحص نبين، نطمن على شغلات، ننفي شغلات سيئة مثلا يعني، نطمن على الطفل دورانيا، ننفي إذا في التهاب صحية أو لا. إذا احتاج تقييم من تاني ممكن نعمله تعداد عام CRP. مهم. هلا غالبا طفل الاختلاج الحروري البسيط، مشان هيك دققنا على البسيط والمعقد يعني. نعم. البسيط اللي نوبة وحدة، اللي معممة، اللي 15 دقائق، هاي غالبا ما بنحتاج تقييم صور أو تحاليل تانية يعني، يكون سبب واضح يعني. هلا إذا صار معقد يعني مثلا طرف واحد أو طول أكثر من 15 دقيقة أو مثلا صار بنفس اليوم بتكرر، وقتها ممكن نعمل تقييم كامل، سواء صور شعاعية أو ممكن تحاليل دموية أو حتى ممكن نقول تحت ال 18 سنة ممكن نعمل تحليل سائل دماغ شوكي أو مسميه أيضا. بازل CSF يعني. نعم. هلا ما بعرف اذا عندنا وقت، تحليل تفضل سائل دكتور. دماغ الشوكي هاي الشغله اللي دائما الاهل يخافوا منها يعني. نعم. هلا طبعا نحن ممكن الاهل المشاهدين ما يعرفوا شو هو سائل دماغ شوكي او نعم. بس، فما نقول والله بدنا ناخذ مي من ظهره مشان التهاب السحايا نعم. يعني، مهم. انه هي تحليل السحايا او لما ناخذ مي من ظهره يعني. دائما بس ما نقول هالجمله هاي تشوف الاهل يعني يخافوا، دكتور ابننا رح يصير معه شلل، ودكتور من ابننا هالحكي هذا. ابننا ممكن وفلان صار معه شلل من وراء مم. هالتحليل هذا، وفلان يعني بدي بس مشان المشاهدين يا يعرفوا ريت يا ريت هالنقطة هي يعني، لانه كثير بنعاني منها نحن، مهم. وحتى معظم بس يسمعوا كلمه والله بزل CSF او تحليل سادي او مثلا نسحب مي من ظهره عشان مم. نعرف اذا في التهاب سحايا ولا لا، مهم. يعني بتصير العائله كلها بتتكركب وبلشوا يحكوا تليفونات مع بعض، وكانه يعني كانوا بدنا يعني كانه شو التحليل رح في نعمله مفاهيم خاطئة عنا. يعني كتير خاطئة يعني. مهم. بس بدنا نخبره انه هذا التحليل بالنسبة لنا تحليل كتير سهل مهم. وكتير بسيط وروتيني. وروتيني وما عنده اي، بالعكس يعني يفيد المريض يفيد المريض يعني، بالتشخيص. احسن ما يعني يكون في التهاب صحي والتهاب دماغ ونتاخر يوم او يومين يعني بصير العلاج اصعب بكتير يعني. أكيد. اما لما نعمله ونطمن انه ما في أكيد. شيء يعني، مهم. فهذا شغله كتير بيطمن الطبيب ويطمن الاهل كمان انه ما في خطر له. فهي المفاهيم انه والله فلان عمل تحليل صحي وصار معه شلل، او مهم. الطفل هذا اذاه، او الطفل هذا يعني، هذا مفاهيم نهائيا. خاطئة جدا. مهم. بالعكس يعني بذل CSF عند الأطفال يعني التحليل كتير يعني سهل نعم. وآمن يعني. مهم. يمكن عند الكبار أحيانا بيعمل صداع، بيعمل مهم. هالقصص هاي يعني بيومين ثلاثة تماما. أما عند الأطفال كتير تحليل سهل وكتير وبسيط جدا وسهل مهم. يعني عند الأطفال أسهل بكتير، لأنه يعني النخاع الشوكي واضح تماما. يعني الجسم لين يعني أها. كتير بسيط عندنا يعني. فخلي الأهل ما يخافوا من هالموضوع هذا من محل بذل CSF نتمنى يعني. عبر منبر بوير انه المستمعين يستفيدوا من الكلام او الحكي والمعلومات اللي عم يقولها الدكتور، انه موضوع احيانا الاطفال بيصيبهم مثلا لحتى يتشخصوا، احيانا حتى التشخيص نفسه دكتور احيانا بيجي درني، يجي كذا، ما بنحب نفوت بتفاصيل تانية اكثر ما، ولكن دكتور عبر منبر بوير عبر هالبرنامج هذا لحتى الاباء والامهات ما يخافوا ابدا من هالاجراء الروتيني السهل والبسيط واللي يفيد تشخيص المريض والطفل. دكتور وصلنا لموضوع العلاج، ولكن قبل العلاج حابب هيك انه الاباء والامهات طفلهم هن بضيعة او بمنطقة بعيدة، او كيف بيتصرفوا اثناء النوبة، هالنوبة الاختلاج اللي
بتكون أول مرة أو عابرة؟ يا ريت المعلومة هاي كمان. تمام، هذا كتير يعني هذا سؤال كتير مهم يعني. انه مثلا الاهل شو رح تصرف اول 15 دقائق يعني، خاصه الاهل اللي معظمهم ممكن يكون اول مره هالنوبه هاي عم تصير معهم يعني. هلا اهم شيء ما حدا يعني، في شغلات اخطاء كتير شائعه يعني. اهم شيء ما حدا يحط اصبعته بتم الطفل، بدي والله لسانه او بلع لسانه، اي شغله تحت يعني ممنوع اي الاهل او الاقارب يحطوا اصبعهم بتم الطفل مشان يسحبوا لسانه او مشان ما يبلع لسانه. والشغلات هاي كتير سيئه، او والله نضرب على وجهه او نضرب كفوف له. هلا في اجراءات مهمه جدا لازم يعملها يعني لسلامه الطفل يعني. هي الاختلاج الحروري غالبا يعني 15 دقائق بيروح يعني لبين ما يوصلوا على المشفى او لبين ما النوبه يتوقف. اول شغله يحاولوا يحطوا الطفل على جنب يعني، بنسميه وضعيه الاضطجاع الجانبي. نعم. مشان ما يصير بلع المفرزات، مشان ما يصير يعني هاي الاضطجاع الجانبي يخفف كتير على الطفل. تمام. الشغله الثانيه، اذا الاهل مثلا خاصه كان مناطق بعيده او شيء، يحاولوا يخففوا حراره الطفل يعني. فممكن يعطوه يعني انه اذا في مي فاتره، او يحطوا مثلا اذا عنده تحمل سيتامول او كمادات يحاولوا يخففوها يعني. نعم. هلا اذا النوبه 5 دقائق او 10 دقائق هاي غالبا بالبيت يعني، ممكن بعدين اذا حابين يراجعوا طبيب او يصفوا طبيب مو مشكله يعني. اما اذا كانوا بمناطق بعيده والنوبه خفت خلال 15 دقائق، فعاده الطفل يضل شي ساعه بعدها نايم، وبعدين الطفل بيصحصح يعني، ولا ما بيكون في اي مشاكل تانية يعني. فشغلات المهمه للطفل انه يحاول يخفف الحراره، يحطوا الطفل بوضعيه الاضطجاع الجانبي يعني، يحطوه على طرف يعني، وما يحاولوا يمدوا ايدهم او لسانهم او على تمهم يعني، مشان ما يصير اي مشاكل للطفل. يعني يجون اطفال اسنانهم مكسوره، بيكونوا عاضين على الاصابع الاهل يعني. هالاجراء هذا ما راح يفيدوا الاهل بشيء يعني. ويكونوا هادين يعني، الاهل يحاولوا يكونوا صح، المنظر مخيف جدا بس يكونوا هادين، لانه اذا تصرفوا بهدوء يعني غالبا ما يكون في مشاكل يعني. والموضوع المهم اللي بدنا نحكي عنه انه الاختلاج الحروري، نوبة الاختلاج الحروري ما بيعمل اي مشاكل للطفل يعني. يعني ما بيسبب اي اذية للطفل يعني. يعني دائما كمان هي من الاخطاء اللي يجونا، والله دكتور ابني من الحرارة فلان من الحرارة اختلج يعني، من الاختلاج الحروري صار عنده مشكلة عصبية. ما في طفل من اختلاج حروري يصير ما عنده مشكلة عصبية. هاي يعني كمان من المفاهيم الخاطئة يعني. الاختلاج الحروري إذا تكرر نفس اليوم يعني، طبعا إذا ما في مشاكل تانية، طبعا إذا عندهم التهاب دماغ أو التهاب صحية أو شغله. أما الاختلاج الحروري بحد ذاته يعني أبدا ما بيعمل مشاكل للطفل يعني، ما بيسبب أزياد مشاكل للطفل يعني. دائما الأهل يقولوا والله خايفين الحرارة اختلاج يروح لا، الاختلاج الحروري بحد ذاته عم نحكي عن الاختلاج الحروري يعني، ما بنحكي عن شغلات تانية ممكن تصير مع الأطفال. الاختلاج الحروري بحد ذاته ما بيسبب أي مشاكل أو أزياد للطفل، ولا بالمستقبل، ولا بيأثر على ذكاء الطفل، ولا بيسبب عداء المدرسي للطفل، ولا بيسبب له يعني ما له أي مشاكل ولا أي نتائج عكسية للطفل. تعتبر رد فعل للجسم هي عبارة كعرض يعني. ممكن أصلا يعني الطفل يعني كأول عرض للإنسان ممكن يكون يصير معه اختلاج كمان يعني. هو عرض مزعج للأهل يعني، هو مخيف للأهل طبعا يعني. هو يعني نحن دائما نقول يعني إنه ما بنعاتب الأهل لما يخافوا يعني، لأنه هي كمنظر فعلا مخيف للأهل طبعا. يعني بس نقول إنه بده شوية تهدئة أو هدوء، ولأنه هالهدوء هذا بيفيد كتير الطفل يعني، مشان يعرفوا كيف يتفاعلوا معه يعني، أو كيف يتصرفوا معه. نحن مهمنا إنه نطمنهم يعني إنه الاختلاج الحروري بالعادة لا يسبب أي أذية للطفل يعني. هاي بس الجملة يعرفوها، إنه الاختلاج الحروري ما بيسبب أي مشاكل للطفل. ما في طفل يصير عنده مشاكل مرة اختلاج حروري يعني. هلا إذا تكرر وصار عنده مثلا صار 10 مرات باليوم وكان عنده مشاكل تانية، هاي خلص صار شغلة تانية، صار اختلاج حروري معقد بحاجة لدراسة. أما النوبة بحد ذاتها ما بيسبب أي مشاكل للطفل يعني. تماما. دكتور، العلاج كيف بيتم كأطباء؟ كيف بتعالجوا المريض؟ هلا علاج الاختلاج الحروري، في علاج أثناء يعني لما يجينا الطفل أثناء النوبة، وفي علاج بشكل عام للاختلاج الحروري يعني كيف بدنا نعالج يعني. هلا أثناء النوبة طفل يجينا اختلاج حروري، إذا كان أكثر من 10 دقائق ربع ساعة ممكن نعطيه ديازيبام يعني، ممكن نعطيه الموقف النوبي، نخفف حرارة الطفل، نراقبه حوالي يعني ساعة أو ساعتين أو 3. إذا الطفل صح ونشوف سبب الحرارة، فعالي ما خلص نعالج السبب يعني. في انتهاء تنفس علوي تعالج انتهاء تنفس، في التهاب جرثومي تعالج التهاب جرثومي يعني، نعالج السبب اللي يؤدي للحرارة يعني، ونوقف الاختلاج. هلا بس الطفل إذا ما تكررت الحالة وصح الطفل وخفت حرارته، خلاص بنعطي تعليمات للأهل وبيروحوا على البيت. هلا عموما الاختلاج الحروري مثلا طفل يجانا عنده اختلاج حروري مو وقت النوبة، هل الاختلاج الحروري يحتاج إلى علاج أو لا؟ أيوة، هل هذا السؤال، إنه هل الاختلاج الحروري يحتاج إلى علاج ولا لا؟ هلا النوبة عرفنا كيف نعالجه يعني، إجا الطفل عطيناه دواء هديت الاختلاج وخلاص يعني. أما بشكل عام الاختلاج الحروري هل بحاجة إلى علاج أو لا؟ هلا هو مشان حكينا يعني في عنا اختلاج حروري بسيط، إنه
التصنيف هذا كتير مهم يعني بكل أكيد. شيء، بالسبب ندور على سبب ولا بالعلاج يعني. يعني اختلاج حروري بسيط إذا كان النوبة مثلا نوبة وحيدة جت باليوم وما طول أكثر من 15 دقيقة وما عنده مشاكل طفل مشاكل عصبية يعني ما كان عنده جزئي أو كان معمم للنوبة، فهاي غالبا الاختلاج الحروري بسيط ما بده أي علاج يعني ما بده أي علاج نهائيا يعني، حتى ما بده لا تخطيط دماغ ولا القصص هاي كلها ما بده شيء يعني. فالنوبة الاختلاج حتى لو تكرر يعني أحيانا في أولاد أهل بيخافوا مثلا إنه مثلا كل 6 شهور أو كل 7 أشهر أو كل سنة إجت له الحالة، فهي غالبا يعني لا يحتاج أي علاج، بس توصيات إنه نخبر الأهل شو بيعملوا بس. لأنه هاي النوبة هاي الاختلاج الحروري البسيط غالبا بعد عمر 5 سنوات راح تروح يعني راح تروح الحالة. هلا إذا اختلاج حروري معقد، الاختلاج الحروري المعقد يعني اختلاج تكرر أكثر من مرة باليوم، صار تواتره كتير، صار كل أسبوع 10 أيام عم يجي مثلا على الحرارة. إذا كان جزئي يعني كان ما كان معمم كان طرف واحد أو جزئي، أو إذا استمر أكثر من 15 دقيقة حتى لو اختلاج حروري فيعامل معاملة الصرع. هلا هو اختلاج حروري بس إذا تكرر صار المعقد يعامل معاملة الصرع، يعني لازم يحط على العلاج لمدة 2 أو ليكمل الطفل عمره 5 سنوات. فهذا مهم يعني. إذا الطفل اختلاج حروري بسيط فغالبا لا يحتاج أي علاج. أما إذا اختلاج حروري معقد يعني صار من نمط المعقد، فهذا ممكن يعالج معاملة الصرع يعني، فينحط على العلاج يا إما 2 أو ليبين من الطفل يكمل عمر 5 يعني ليبين ما يخلص 5 سنوات ويتوقف العلاج. طبعا هي أفضل نوع لهالحالات هاي هو الفالبروات صوديوم أو الدباكين يعني بنعطوا خيار رقم 1 للحالات هاي يعني. أما إذا كان نوب مثلا كل 6 شهور كل 7 شهور ومع الحرارة فهي ما بده علاج تمام يعني. حتى لو كل 6 شهور يجت الحالة فهي ما بده علاج أبدا يعني، خاصة إذا الأهل واعيين يعني. فنحن نشرح لهم عن الحالة، بالعكس إنه أحسن يتجنبوا العلاج أحسن يعني. أكيد. لأنه بس بلش بالدواء رح يضل 2 على الدواء يعني. تماما. ما فينا نعطي دواء مشان الاختلاج حروري 6 شهور أو 7 شهور أو سنة، ما في هيك شيء، يا إما 2 أو لبين ما يكمل 5 سنوات يعني. تماما. فهي شغله مهمه كتير يعني. ايضا كمان معلومات مهمه جدا دكتور يعني رح نختصر يعني من جمله الاسئله اللي كنت محضره انه اكيد جاوبت على نص الاسئله اللي كانت. دكتور انه الاختلاج، سؤال للاهالي او الاهالي عم يسالوا حالهم انه يا ترى نوبه الاختلاج الحروري او الاختلاج بتؤدي لمرض الصرع، بتؤدي لاذيات عصبيه، يا ترى في إلى تداعيات هالنوبه هاي ولا شو؟ الاختلاج الحروري مثل ما حكينا ما له أي مشاكل عصبية يعني ولا رح يسبب مشاكل عصبية مستقبلا حتى. مستقبلا يعني الاختلاج الحروري ولا حتى يعني يأثر على تركيز الطفل أو مهارات الطفل أو إدراك الطفل. الاختلاج الحروري هو من يعني الحالات الشائعة والسليمة يعني ما له، خاصة إذا كانت من نوع بسيطة يعني، فما له أي مشاكل أبدا. هلا ممكن نوبة الاختلاج الحروري تتحول للصرع أو لا؟ ممكن بس يعني شلون يعني ممكن يعني إذا الاختلاج الحروري من النمط البسيط من النمط الخفيف يعني أو البسيط فهي نسبة إنه يتحول للصرع هي 2.5%، وهي النسبة العادية يعني مثل أي طفل تاني يعني طبعا. ما له أي مشاكل يعني. أما إذا كان اختلاج حروري معقد، وهي حالات الاختلاج الحروري معقد هي حالات قليلة كتير يعني، ف10% ممكن يتحولوا لصرع. يعني من كل 100 طفل عنده اختلاج حروري معقد 10 ممكن يصيروا معهم صرع. هي إذا بتحسبها بالإجمال حالات قليلة كتير يعني. فممكن يعني ممكن اختلاج حروري يتحول لصرع ممكن، ولكن بنسبة قليلة جدا جدا يعني. يعني حالات نادرة كتير يعني يعني 97.5% من الحالات راح يتعافوا بعلاج أو بدون علاج راح يتحسنوا يعني. بيضل نسبة 2.5% ممكن هدول يتحولوا لصرع إذا الناس شكل بسيط، و10% إذا كان بشكل معقد يعني. وهي نسب بسيطة كتير يعني. إذا ضلت فوق 5 سنوات ممكن هالحالات هاي تتحول، بس لكن النسب بسيطة كتير يعني. هلا في عوامل يعني انه هي اللي بتخلي الطفل يعني يعني ايمت. طب دكتور ايمت رح نعرف انه هذا الطفل ممكن يصير عنده اختلاج حروري بسيط يتحول لصرع او لا؟ هلا في اشكال يعني. ممكن اذا الطفل في قصة عائلية لصرع، ايوه ممكن هذا يصير عنده يعني موضوع الوراثة ايضا كان بالشكل المعقد مثل ما خبرنا انه ممكن هدول يتحولوا يعني. فهي اذا صار عنده مشكلة عصبية او كان عنده قديم ممكن يكون عنده هيك. اما انه بقية الحالات فغالبا لا يعني. اما اذا في قصة عائلية ممكن يتحول لصرع، واذا في شكل معقد هدول ممكن يتحولوا لصرع. اما باقي الحالات يعني فغالبا الشفاء تام يعني حتى بدون علاج يعني. اكيد. دكتور عم تسأل مثلا انه يا ترى شو هي عوامل الخطورة في حدوث النوبة الثانية؟ مرض طفل صابته نوبة اختلاج حراري عابر والمرة الثانية، يا ترى هون شو العمل بالنسبة للأم وللطبيب؟ كتير بيجينا الحالات مثلا تكون نوبة الاختلاج حروري أول مرة يعني. فدائما الأهل يسألون نقول إنه ما في داعي علاج، تقول إنه ممكن يتكرر نوبة أو لا.
طبعا يعني ثلث الحالات ممكن يعني من كل 3 أطفال إجا نوبة اختلاج حروري، 2 ممكن ما ترجع له الحالة، والثالث ممكن ترجع له الحالة. ممكن. هل هذا الثالث يعني غالبا اللي كان مثلا في عوامل خطورة يعني أو عوامل ممكن تأهب للحدوث هاي. إذا في حدا بالعيلة كان عنده اختلاج حروري فهذا ممكن يتكرر الحالة عنده. نعم. إذا كان مسميه فترة الزمنية القصيرة يعني مرض وخلال ساعة ساعتين صار عنده الحالة هاي. تمام. الشغلة الثالثة إذا كان الحرارة خفيفة يعني حرارته 38 ونص، يعني ما كان الحرارة العالية كتير يعني. نعم. فهدول ممكن كمان تصير عندهم الحالة النوبة مرة تانية يعني. فأما إذا يعني غير هدول فغالبا هي تكون نوبة يعني 30% من الحالات ممكن تكرر فقط لا أكثر يعني. تمام. دكتور، دائما بنهاية لقائنا بنختم لقائنا باعتبار هو برنامجنا توعوي، بنختم لقائنا بمجموعة من النصائح الوقائية لحتى الآباء يعني يتدبروا الحالة منزليا، أو مجموعة نصائح للآباء والأمهات. هلا الأهم إنه يعرفوا الأهل إنه الاختلاج الحروري هي حالة شائعة ولكن سليمة يعني ما بتسبب أي مشاكل عصبية. هي حالة غالبا بعد عمر 5 سنوات بتروح يعني مع علاج وبدون علاج، فهي بتعافوا يعني. ما يخافوا من اسم الاختلاج بحد ذاته يعني. كثير عالم بتخاف والله اختلاج حروري، أو حتى يعني إذا بدنا نحكي بشكل عام يعني حتى بالنوبات صاروا هدول يعني نسبة الشفاء كتير عالية يعني 90% من الحالات نسبة الشفاء يعني. فما يتلبكوا يعني. والأهالي اللي عندهم أولاد عم يصير معهم اختلاج حروري يعني يكون عندهم تدابير مثلا خافضات الحرارة، هدول دائما يكونوا عندهم موجودين بالبيت يعني. وما يتلبكوا وقت النوبة مثل ما خبرناهم يعني. أهم شيء وضعية الاضطجاع الجانبي يكون موجود يعني. ما يعملوا أي شيء غلط مثلا يضربوا الطفل أو ياخذوا على الأكسجين أو هالشغلات هاي كلها غلط يعني. والأهم إنه كلمة الاختلاج الحروري هي جملة لا يعني ما بتخوف يعني. تماما. وهي جملة بسيطة جدا وكتير علاجها سهل خفيف. معظم ما بدون علاج، وحتى إذا احتاج علاجه خفيف جدا يعني. والغالب الحالات حتى يعني 97% من الحالات إنه بعد عمر 5 سنوات بتروح يعني. تمام. فما بده أي قلق من قبل الأهل يعني. أكيد. نقطة تانية حابب إنه أذكرها، حتى الدكتور ذكرها، موضوع إنه الطبيب لما بيطلب مجموعة من التحاليل أو الإجراءات هي أكيد بتكون لمصلحة المريض، ومن ضمنهم موضوع البذل السائل النخاع الشوكي. يعني بتمنى الأهالي دائما واللي كانوا عم يشوفونا إنه يلتزموا أو يكونوا قنوعين جدا ما عم يشوفوا الدكتور هو لمصلحة الطفل. بنهاية الحلقة بشكر كتير الدكتور أحمد محمد صالح أحمد، اختصاصي بالأمراض العصبية عند الأطفال، وبشكر المستمعين والمشاهدين وزملائي بالكنترول والبث المباشر. للأسبوع الجاي وحلقة جديدة وضيف جديد، تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.